التي ستتلى على أسماع المجلس. سيد الرئيس بالأسماء. خلينا أكمل. خلي أكمل. إما تسمح لي أن أتكلم أو تحيلون الموضوع إلى تحقيق. أكمل الرأي وأترك لك مجال الحديث بكل شيء. كل ما تم ذكره يخضع للتحقيقات التي ستتلى على الجميع. تذكر الأسماء والأرقام والوقائع والأحداث، وتشكل لجنة تحقيقية الآن تشكل لجنة تحقيقية لغرض الاستماع اليوم للأسماء التي زعم السيد الوزير من السادة النواب أنهم موجودون. هذا أولا. أبدا. اثنين، حسب الفهم المبدئي للاتهامات المجهولة اللي ممكن أن تثبت بعد التحقيق أنك كنت تعلم بها سابقا، وبالتالي فإنك شريك فيما تم ذكره، ولذلك ولذلك أنا أبدا ما ساكت وأبلغت. شوف. ولذلك الآن لو السيد الرئيس لو كنت شريك لو كنت شريك ما كان دزيت عليه استجواب. ما كان دزيت عليه استجواب لو كنت شريك. أبدا ما أقدر أحكي. أنا لو شريك ما كان جيت في الاستجواب أبدا لو كنت شريك. ولكن هذا التصدي هذا اللي جنابك قعدتني بالغرفة تساومني على عقود الجيش. هذا ادفع ثمن الآن. هذا الآن اتحدث بكل الأسماء، والألف 1300 همر صفقة يسميها محمد الكربولي صفقة السيد الرئيس بكل الأسماء. 1300 همر من الولايات المتحدة يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200,000 دولار. السيد الرئيس مجلس النواب المحترم اللي يدير الجلسة، أنت تتحدث بكل أنه ما أحضر استجواب فقط لأنه رئاسة الجلسة راح تكون غير محايدة وبرئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، لأن أعرف هذا مؤامرة ضدي. والآخر اللواء المدرع اللي راد يفرض عليه محمد الكربولي بالآجل، لازم تنطي للروس بالآجل حتى يأخذ عمولته ويقعد. وزارة الدفاع العراقية تكون مثقلة بالديون والشعب العراقي مثقل. شركة المرسيدس اللي لازم أدز عليهم حتى يأخذون عمولتهم. نعم أبد ما يخوفني والله، بس الله يخوفني. مكانك. أنا ساحات المعارك تشهد، وأنا مقاتل والله، أقاتل في الأرض في المعارك وأقاتل في البرلمان. أبدا والله العظيم لا أكشف كل الحقائق وألا أفضحهم كلهم. أبدا الآن لن أساوم على دماء الأبطال الجيش العراقي أبدا أمام هؤلاء الفاسدين. يريدون يأخذون طعام الجيش اللي قيمته مليار و300 تريليون و300 مليار، يأخذوا عقود على شركاتهم حتى الجندي ما يأكلهم ويبوقون الفلوس. هاي مع الأسف. نعم الأسماء سليم الجبوري موجود بعدين آنية يقول لي الساحة السياسية مفتوحة، لازم أن نعمل سياسيا بالمستقبل في الموصل وفي ديالى، ولكن نحتاج إلى فلوس. هاي الفلوس نحصلها من خلالكم أنتم وزارة الدفاع، أنتم عندكم الفلوس، أنتم بالفلوس. ولكن شلون قلت له ماني تتحدثون وياي بالألغاز؟ قال لي لا أنت الفلوس كلها عندك. ببساطة يقول لي من نهاية الحديث انطيني ببساطة عقد إطعام الجيش العراقي ومالك شغل لا بحانية لا بحنان ولا بعالية ولا ودير الوزارة كيفك، وسليم الجبوري يسمع. هذا رئيس مجلس نواب، أنا أقعد استجوب في رئيس مجلس نواب. تقبلون؟ هل راح تكون الجلسة حيادية؟ هل تصويت حيادي؟ نعم. هسه أنطي المجال. الآن انتهيت السيد وزير الدفاع. شوف والله العظيم وللأمانة اخوان والله العظيم لولا محاربة رئيس مجلس النواب والحوالي من التجار والفاسدين كان هذا جهدي أضعاف مضاعفة. لكن كنت أمشي في حق الألغام. دمروا المؤسسة العسكرية، يفرضون علي قادة ضباط فاسدين فاشلين لا نسويهم. يجيب لي لواء عدنان المقصوصي كان مطرود من مكتب القائد العام في زمن الأخ السيد رئيس الوزراء السابق المالكي. زين خليه يتحدث، خليه يكمل أماكنكم، خليه يتحدث. أبدا ديري بالك تتجاوز، خليه يتحدث.
اجابوا لي اجابه. طبعا هذا صديق التاجر، اجابوه لازم تعيده للخدمه وتعينه قائد عمليات دجله. قلت لهم هذا مستحيل، هذا الرجل مفصول سياسي وهذا ما يصلح، لانه اولا مو ضابط ركن وما عنده تدرج بالخدمه، وطبعا بالمناسبه يشتغل صاحب محل صيرفه في دبي. جابوه لازم تخلي قائد عمليات دجله. نعم السيدة حنان فتلاوي هذا كله يطلع. بعدين وبضغط إصرار كبير وضغط يريدون أرشحه مستشار رئيس مجلس النواب حتى يمشي شغلاتهم. هذولا ما ممكن أني أشبح نفسي أني أمام مؤسسة عسكرية، أنا مثل المؤسسة العسكرية العراقية أجي أستجوب أمام شخص فاسد. إذا تقبلون أنتم حتى أنا من هسه أقدم استقالتي وأطلع. إذا تقبلون المؤسسة العسكرية تهان بهذه الطريقة استجوب من فاسدين حتى أنا أمامكم. تمام. وأنا هو اعتراضي كان على الاستجواب لأنه أدري رئاسة مجلس النواب غير منصفة، وحتى السيناريو راح تحكيه يقولون أنه السيناريو كان معد من قبل رئيس مجلس النواب، أنه بعد التصويت أكو أغلبية واضحة والمتضرر يذهب إلى المحكمة الاتحادية. هاي كان السيناريو مال الجلسة. هذه كثير. طبعا الهمرات 1300 هبر، والكتاب موجود من شركة رياض الفرطوسي. جاء محمد الكربولي يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس، يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس. 1300 همر في ولاية تكساس جيبوها للجيش العراقي. طبعا سعرها الأصلي من الشركة $60,000، هم يحسبوها لب الشركة ب124، وأنا لازم أحسبها ب$324,000 على وزارة الدفاع. شكرا. سيدات السادة أماكنكم إذا تتفضلون. أولا يتم تشكيل لجنة تحقيقية بكل الأسماء التي تم ذكرها الآن. صوتوا. هذا اتهام. أنا بس دا أجاوب. اي ماشي. ممكن تتفضلون أماكنكم ما يخالف. راح آخذ بهذا الرأي. تتفضلون أماكنكم. سيدات السادة، بناء على ما تم ذكره الآن راح نلجأ للآتي. ارجعوا أماكنكم تتفضلون. دا أتحدث. أولا كل ما تم ذكره الآن يخضع للتحقيق. 2 أنا شخصيا كطرف تم ذكره ممكن تتفضلون أماكنكم. أنا أتحدث بإنصاف في هذا الجانب. تفضلوا أماكنكم. أستاذ آرام. السيدات السادة ممكن أماكنكم تتفضلون أماكنكم. السيدات السادة الأعضاء أماكنكم. تتفضلون أماكنكم. السيدات السادة الأعضاء، بناء على ما تم ذكره الآن أوجه الآتي. أولا كل الأسماء والأشخاص بما فيهم رئيس البرلمان والنواب يخضعون للتحقيق فيما تم ذكره الآن، وأنا شخصيا إذا ثبت ذلك بشكل واضح مستعد لأن أتحمل النتائج اللي تترتب على ما تم ذكره الآن. 2
لأنه تم ذكر اسمي في هذا الجانب، ولأن هناك شك قد يكون لدى البعض منكم في عدم إتمام عملية الاستجواب بشكل واضح، أنا ليست لدي أي إشكالية في أن يتولى عملية الإدارة النائب آرام الشيخ علي.